اليوم ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم بتتابعونا لليوم. فيديو اليوم مع اختي سارة واللي هو وصفات للربيع. واليوم جبنا لكم وصفتين كتير حلوين وكتير سهلين انكم تعملوها. قبل ما نبلش بالوصفة الاولى مع اختي سارة، لا تنسوا تعملوا لنا كالعادة لايك وشير وسبسكرايب عشان ما تضيعوا اي فيديو بننزله بقناتنا، ولا تنسوا تضغطوا على الجرس عشان يوصلكم الاشعارات اول ما ننزل الفيديو. وكمان اليوم محضرين لكم مفاجأة كتير حلوة وكتير كبيرة رح نحكي لكم اياها بنهاية الفيديو. اترقبوها. وخلينا هلا نبلش بالوصفة الأولى مع أختي سارة. والوصفة الأولى واللي هي الفواكه بالجيلو. كل إشي بتحتاجوه اللي هو فواكه، يا إما ليمون أو بردقان أو كيوي ومي ساخنة ومي باردة وجيلو. وهلا نبلش بالخطوة الأولى اللي هي الفواكه، نمسكها ونقطعها بالنص مثل هيك ونشيل اللي جواها عبين ما نوصل مثل هيك. نبلش. هاي شلناها وهيك رح تطلع معنا. واحنا طبعا محضرين فواكه، عاملين بردقان زي ما قالت سارة، وعاملين ليمون وكيوي. وهلا الخطوة الثانية واللي هي رح نفتح الجيلو ونحط مي ساخنة ومي باردة بنفس المقدار. يعني إذا حطيتوا كاسة مي ساخنة بتحطوا كاسة مي باردة وبتحركوها ومنحرك. وطبعا بعد ما يتحرك منجيب الخطوة الثالثة اللي هي منجيب الفواكه اللي عملناها ومنحط كل لون جوا الفواكه اللي احنا عملناها. مثلا سارة عملت اورنج فبتجيب وبتحط جواها، واحنا جبنا هاي عشان انتوا بتقدروا تجيبوا اي اشي وتحطوها عشان لما نحطها بالثلاجة. وطبعا الخطوة الرابعة اللي هي بنمسك وبنحطه جوا الفريزر الثلاجة أو الثلاجة. هلا بنعبيهم. وهاي الكيوي أورنج. اوكي بنعبيهم مثل هيك، يعني تقريبا تكون مثل هاي، وبنحطهم بالثلاجة عبين ما يجمد الجيلو. يعني تقريبا رح نحتاج من ساعة لساعتين، يعني تقريبا عبين ما يجمد الجيلو. احنا محضرين عنا هون اشياء احنا عاملينها قبل، يعني عاملين احنا مثل هيك رح يطلع معكم الشكل. وتقسموا بالنص. سارة اقسمي الاورنج بالنص. بعد ما يخلص بتقسموها رح تطلع معكم سكينة، رح تطلع معكم مثل هيك. هي يعني طريقة كتير سهلة وحلوة، وعلى فكرة طعمها كتير زاكي. خلينا نجرب سارة. يلا. طبعا هاي البردقان بعد ما كتير حلو شكله. طلع كيف شكله كتير حلو. يعني ببين زي اكنه بردقان بس هو اللي جواه جلو. هاي الليمون كمان ببين اللي جواه زي اكنه ليمون. خلينا نجرب ندوق. كتير زاكي وحلو انكم تعملوها وسهلة. هلا رح ننتقل معكم للوصفة الثانية. وهلا لما رح تحكي لكم الوصفة الثانية. الوصفة الثانية اللي هي عبارة عن عصير بالطبقات، وكل ما بنحتاجه هو فواكه عبارة عن مانجا، كيوي، اناناس وفراولة او اي فواكه انتم بتحبوها. وللتزيين نحتاج كريمة وعسل. وهلا الخطوة الأولى رح نحط الفواكه كل وحدة لحال ورح نخلطهم عبين ما تخلص الفواكه. نبلش رح نجيب الماكينة ونخلط الفاكهة ونديرها طبعا نسينا نقولكم انه الفاكهة تحطوها بالفريزر لمدة نص ساعة. وهيك احنا حطينا كل الفواكه، كل فاكهة لحالها وطحناها وصار عنا هاد الشكل. وهلا رح نبدا مرحلة التزيين. زي ما قلت رح نزين بالكريمة وبالعسل اللي حابب. طبعا هاي حطينا هيك الكريمة هيك
سارة. وهاي العسل. هاي العسل. سارة حابة تضيفي عسل؟ شوي. اوكي ضيفي. طبعا هاي العسل. وهلا بنحط الفراولة اللي هي هاي هيك. حطي. وصار عنا عصير عصير طبقات، وزي ما انتم شفتوا يعني كتير سهلة وكتير حلوة انكم تعملوها وتقدموها للضيوف اللي بيجوا عندكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو لليوم. ان شاء الله يا رب يكون اعجبكم الفيديو واعجبكم الوصفتين، واكتبوا لنا شو رايكم بالوصفتين تحت بالكومنتات، ولا تنسوا تضيفونا على سناب شات وتحكوا لنا شو رايكم بفيديو اليوم، شو حابين نعمل لقدام فيديوهات. وطبعا لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان ما تضيعوا اي فيديو بننزله بقناتنا. ولا تنسوا تضغطوا على الجرس عشان يوصلكم الاشعارات اول ما ننزل الفيديو. اكيد مش ناسين شو المفاجأة اللي راح نحكي لكم اياها. المفاجأة هي انكم توصلونا ل 80,000 سبسكرايب، حملة توصيل لما وصلنا ل 80,000 سبسكرايب عشان ننزل الجزء الأول من جولة بغرفتنا اللي طلبوا كتير ناس. وبنشوفكم على خير بالفيديو الجاي، وباي باي.